كيف عندها أولاد وبتدرس وبتشتغل وعلى طول مرتبة وبيتها نظيف. بتعرفوا إنه أكثر شيء عم يستهلك المرأة اليوم هي المقارنات اللي عم تفرضها عليها السوشيال ميديا بدون ما تحس؟ الحقيقة يا صديقتي ببساطة إنك ما عم تقارني حالك بواقع، أنت عم تقارني حالك بلقطة مصفاية ومأخوذة من أحسن زاوية وبعد 50 محاولة مسح إعادة وتعديل. هي المقارنة هي أكبر ظلم بحق نفسك، وصدقيني قد ما حاولتي وتعبتي طالما عم تقارني نفسك بهالصورة رح يضل إحساس النقص والتقصير مرافقك. السوشيال ميديا خلتنا نحس إنه ما بكفي نكون عم نعمل دور واحد، وهذا الشيء غلط، لأنه كونك أم وربة منزل فهالشيء إنجاز، وكونك طالبة وعم تدرسي هالشيء إنجاز، وكونك موظفة وعم تشتغلي كمان هالشيء إنجاز. خليكي واثقة إنه كل واحدة فينا عندها نقص، وكل واحدة فينا عندها مشاكل وأشياء ما عم تلحق تعملها. المقارنة هي سرقة، وإنتي اوعك تخلي حدا يسرق ثقتك بنفسك وتعبك والمجهود اللي عم تقدميه.